ازيكم أصدقائي؟ فاكرين فيلم الأنيسة حنفي بتاع إسماعيل ياسين؟ طب هل تعرفوا إن هو قصة حقيقية فعلا؟ زي ما بقول لكم كده. هحكي لكم الحكاية. سنة 1947 مصر ما كانش ليها سيرة إلا قصة فاطمة. فاطمة اللي قلبت راجل وسمت نفسها علي. هقول لكم الحكاية جت منين. فاطمة إبراهيم داوود، من مواليد متغمر بأهلية. عاشت طفولة قاسية قوي بعد ما فقدت والدها، لأن كان عندها بس 10 سنين. والدتها اتجوزت مرة تانية وسابتها هي واخواتها، سابتهم عند جدهم علشان يرعاهم. لكن الجد بعد فترة قصيرة جدا هو كمان اتوفى، فاضطرت فاطمة إنها تتحمل مسؤولية إخواتها البنات. اشتغلت في شغلانات كتير قوي، شغلانات كلها شاقة، وده خلاها تكسب احترام أهل القرية كلهم اللي أعجبوا بيها وبكفاحها وبتربيتها لإخواتها. كان في شاب بيشتغل معاها اسمه عبد الصمد، كان معجب بيها جدا وبيحبها، لكن فاطمة رفضت تتجوزه. على الرغم إن في شباب كتيرة جدا كانوا بيتقدموا لها للجواز، لكنها برضو كانت بترفض. وبعد ضغط قرايبها عليها في موضوع الجواز ده، اعترفت بشجاعة وبإصرار إنها بتحس بالنفور من الرجالة كده من الآخر، وإن جسمها مفهوش أي ملامح أنثوية واضحة، وبصراحة إن هي حاسة إنها راجل مش ست. وده بقى اللي خلاها يتم العرض عليها على الدكتور جورج إلياس في الزقازيق، واللي حولها بدوره لأطباء في القصر العيني لإجراء فحوصات طبية عليها. وبعد كده عملوا لها عملية جراحية وتأكدوا إنها فعلا كاملة الرجولة، وإنها لازم تتحول من فاطمة لعلي. مش بس كده، بعد فترة عاشت زي ما قلنا باسم علي، اتقدمت لبنت من القرية، والبنت وافقت عليها واتجوزت منها كمان. أما بقى صناع فيلم الأنيسة حنفي فاستلهموا القصة دي قصة فاطمة، بس عكسوها، خلوها من راجل لست عشان يقدر إسماعيل ياسين يقوم بالدور، وحولوا الموضوع لأجواء كوميدية. لكن قصة فاطمة كانت الإلهام الحقيقي لصناع فيلم الأنيسة حنفي، خصوصا كاتب الفيلم جليل البنداري اللي كان مهتم قوي بتفاصيل القصة بتاعت فاطمة. القصة وقتها انتشرت في كل مكان، ونشرتها جريدة المصور في عدد نوفمبر سنة 1947، وقعدت نشرها كذا مرة، خصوصا إن وقتها كان النوع ده من العمليات كان نادر جدا، لدرجة إن الملك فاروق شخصيا كان متابع القصة اللي في المصور وافتكرها إنها مش حقيقية، إنها حاجة كده خيال لجذب انتباه القراء. واتصل برئيس النشر وقتها اللي أكد له وقال له: يا جلالة الملك، دي قصة حقيقية فعلا. وحكى للملك كل التفاصيل. الغريبة إن فاطمة أو علي بعد كده اتجوزت وعاشت حياتها في القرية لحد ما ماتت، بس محدش عرف لا خلفت ولا لأ، ولا إيه قصتها ولا حصل فيها إيه. لكن كل اللي نعرفه إن قصتها كانت قصة رأي عام في الوقت ده بسبب ندرتها في التاريخ ده. دي حكايتنا النهاردة، حكاية فيلم الآنسة حنفي. وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.